اهلا بكم في فيديو جديد. معاكم مستر عبد الله الهادي. النهارده هنتكلم عن اول درس من دروس اولى اعدادي الترم الثاني، وهنفهم في اول واحده معانا وهي بعنوان الرابطه الكيميائيه. هنفهم اول حاجه معانا وهي الذره والايون. فهمنا في الترم الاولاني انه في حاجه اسمها الذره، وقلنا الذره دي لا اما ذره مثاره لا اما ذره خامله او غير مثاره او مستقره. وقلنا واتفقنا ان الذره المثاره بتحتوي مستوى الطاقه الخارجي بتاعها على كام؟ على اقل من 8 الكترونات. يعني ايه اقل من 8 الكترونات؟ يعني هي عندها في المستوى الخارجي بتاعها من 1 إلى 7 إلكترونات، فبالتالي هي لسه مش مستقرة. يعني إيه مستقرة؟ يعني تحتوي على 8. طيب يعني هي عندها 1 فمحتاجة 7 عشان تكون مستقرة، عندها 2 يبقى محتاجة 6 إلكترونات عشان تكون مستقرة. فبالتالي في ذرة مثارة، والذرة المثارة دي بيكون إيه؟ مستوى الطاقة الخارجي بتاعها ماله؟ غير متشبع بالإلكترونات، أي لا يحتوي على 8 إلكترونات. واتفقنا كمان ان في ذره مستقره، وان الذره المستقره دي هي عباره عن ذره يحتوي مستوى الطاقه الخارجي بتاعها على كام؟ على 8 الكترونات. اي ان المستوى الخارجي بتاعها يحتوي على كام؟ على 8 الكترونات. فبالتالي هي مش بتدخل في اي تفاعل كيميائي ولا بتعمل اي تفاعل كيميائي مع اي ذره او مع اي عنصر تاني ايا يكن هو مين. فبالتالي هي ذره خامله في الظروف العاديه. تمام يا شباب. يبقى اتفقنا دلوقتي ان الذره في منها مثار وفي منها غير مثار او مستقر. وقلنا ان المثاره بيحتوي مستوى الطاقه الخارجي بتاعها على كام؟ على 8 اقل من 8 الكترونات، اي من 1 الى 7 الكترونات. والذره المستقره او الذره الخامله هي عباره عن ذره يحتوي مستوى الطاقه الخارجي بتاعها على كام؟ على 8 الكترونات. طيب فهمنا كمان انه في عناصر وفي مركبات، وإن العنصر هو عبارة عن أبسط صورة نقية للمادة لا يمكن أن يتم تحليله إلى ما هو أبسط منه بالطرق الكيميائية العادية. يعني ما ينفعش أجيب قطعة حديد وأقول والله أنا هطلع منها حاجة أقل منها أو أبسط منها مثلا. ما ينفعش أطلع منها هيدروجين مثلا. ما ينفعش، هي كده، هي حديد وهتفضل طول عمرها حديد. مهما قعدت تعمل فيه من تفاعلات كيميائية بسيطة موجودة عندنا مستحيل تتغير. طيب يبقى دلوقتي العنصر هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن ابسط صورة نقية للمادة لا يمكن تحليله لما هو ابسط منه بالطرق الكيميائية العادية. طيب ليه قالوا بالطرق الكيميائية العادية؟ هنعرفها بعدين او اقولها لكم دلوقتي. وهو انه احيانا في مثلا حاجة اسمها الاندماج النووي لذرة الهيدروجين اللي بتطلع ذرة الهيليوم، بس ده فين؟ ده في الشمس. ذرة الهيدروجين H1 هي ابسط ذرة موجودة في الكون. ليه؟ لانها H1 فيهاش اصلا بروتونات ولا فيها اي حاجه غير الكترون وبروتون. طيب هي عباره عن ذره ابسط ذره في الكون اللي هي مين؟ الهيدروجين. الهيدروجين ده بيحصل له ايه؟ بيحصل له حاجه اسمها الاندماج النووي، بس ده بيحصل ايه؟ في ظروف معينه. الظروف المعينه دي بتكون موجوده فين؟ في نجوم زي الشمس وهكذا. فبالتالي ما ينفعش احنا نقول هنقدر نحول الهيدروجين لهيليوم او العكس، الهيليوم لهيدروجين. ده محتاج ظروف خاصه جدا مش طرق كيميائيه عاديه. فبالتالي قلنا ايه؟ العنصر هو ابسط صوره نقيه للماده لا يمكن تحليله الى ما هو ابسط منه بالطرق الكيميائيه العاديه. بالطبع. ليه؟ لان الطرق الكيميائيه العاديه عمرها ما تحلل العنصر وتخلينا نحصل على عنصر تاني او على ماده تانيه من العنصر. طيب يبقى دلوقتي فهمنا العنصر هو عباره عن ايه. ندخل على المركب. المركب هو عباره عن ايه؟ عباره عن مركب. يعني ايه مركب؟ يعني تركيب. التركيب ده بيكون ما بين ايه؟ ما بين ذرتين لعناصر مختلفة أو أكثر. يعني على سبيل المثال الهيدروجين والأكسجين، لو عندنا ذرتين هيدروجين مثلا مع ذرة أكسجين هيدينا إيه؟ هيدينا المية H2O. بالتالي فهمنا المركب. مركب فيه ذرتين لعناصر مختلفة أو أكثر. أما العنصر هو عبارة عن عنصر واحد، ذرة لعنصر واحد لا يمكن تحليله لما هو أبسط منه بالطرق الكيميائية العادية. تمام يا شباب؟ تمام. طيب جه العالم بارازيليوس، اسمه بارازيليوس، ويقسم العناصر لفلزات ولا فلزات. يبقى لما يجي لك في الامتحان ويقول لك قام العالم بارازيليوس بتقسيم العناصر الى ايه؟ فلزات ولا فلزات، ولا فلزات ولا فلزات وغازات خامله، ولا ذرات نشطه وعناصر نشطه وعناصر خامله،
ولا جميع ما سبق؟ يبقى نختار ايه؟ نختار فلزات ولا فلزات فقط. تمام يا شباب؟ تمام يا مستر. طيب جه العالم بارازيليوس وقسم العناصر لايه؟ لفلزات ولا فلزات. طيب دلوقتي احنا قلنا احنا عندنا ذره مثاره اي غير مستقره، وذره مستقره او خامله. وقلنا ان الذره المثاره من 1 إلى 7 الكترونات في مستوى الطاقه الخارجي. تمام. طيب عندنا الفلزات بقى بيكون بيتحتوي على ايه؟ يحتوي مستوى الطاقه الخارجي بتاعها على من 1 إلى 3 الكترونات فقط. يعني عندها لا اما 1 لا اما 2 لا اما 3. يبقى اول حاجه في الفلزات ان يحتوي مستوى الطاقه الخارجي بتاعها على كام؟ على من 1 إلى 3 الكترونات فقط في مستوى الطاقه الخارجي بتاعها. طيب نيجي على اللافلزات، هنلاقي انه اللافلزات بيحتوي مستوى الطاقه الخارجي بتاعها على كام؟ 5 و6 و7. طيب يبقى كده عرفنا انه الفلزات واللافلزات هي عباره عن ايه؟ العناصر المثاره. تمام يا شباب؟ العناصر الغير مستقره. تمام يا شباب؟ تمام يا مستر. طيب في حاجه كمان اسمها الغازات الخامله. الغازات الخامله دي عباره عن ايه؟ عباره عن العناصر المستقره الغير نشطه، اللي هي بتتكون من ايه؟ اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن انها بتحتوي مستوى الطاقه الخارجي بتاعها على 8 الكترونات فقط. يعني ايه بتحتوي مستوى الطاقه الخارجي بتاعها على 8 الكترونات؟ يعني لا تدخل في اي تفاعل كيميائي. لا يمكن ان هي تدخل في اي تفاعل كيميائي لانها ذره خامله، مش محتاجه الكترونات من حد، مش محتاجه، المستوى الخارجي بتاعها مكتمل متشبع، هي اصلا كده مستقره. واتفقنا في الترم الاولاني انه اي حاجه في الكون بتسعى ان هي تكون مستقره. طيب انا كده مستقره، يبقى ليه هوجع دماغي بقى؟ خلاص يبقى انا عمري ما هدخل في تفاعل كيميائي لاني انا كده مستقر. على مين بنتكلم؟ على الغازات الخامله. طيب الغازات الخامله يا شباب عددهم كام؟ خدناهم في الترم الاولاني، عددهم 6 غازات خامله. طب هما مين؟ هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، راديون. تمام يا شباب؟ يبقى هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، راديون. كل الغازات دي مكتمله متشبعه بالالكترونات. مستوى الطاقه الخارجي بتاعها عنده كام الكترون؟ عنده 8 باستثناء عنصر واحد وهو مين؟ الهيليوم. عنده كام؟ عنده 2 He2 اوكي، او He2. يبقى He2 او 2 عباره عن ايه؟ عنده 2 الكترون. طيب يا مستر عنده 2 الكترون ما عندوش 8، ازاي متشبع؟ ما هو عنده مستوى طاقه وحيد، المستوى K، والمستوى K بيتشبع بكام الكترون؟ بيتشبع ب 2 الكترون فقط. مستوى K المستوى الاول بيتشبع ب 2 الكترون. وخدنا القاعده اللي من خلالها بنحسب عدد الالكترونات في كل مستوى، اللي هي عباره عن ايه؟ 2 نون تربيع او 2n سكوير. يبقى 2 نون تربيع حيث ال n ايه هي عباره عن رقم المستوى اللي احنا عايزين نجيب له الالكترونات. يعني المستوى الاول يبقى النون بواحد، 1 أس 2 بواحد، في 2 ب2، يبقى المستوى الاول بيتشبع بكام الكترون؟ ب2 الكترون. طيب يبقى كده خلصنا ايه؟ الغازات الخامله. ندخل على الفلزات واللافلزات، وقلنا الفلزات واللافلزات هي عباره عن ايه؟ عباره عن العناصر النشطه. طيب يا مستر قلنا الفلزات عباره عن ايه؟ عباره عن عناصر يحتوي مستوى الطاقه الخارجي بتاعها على كام؟ على 1 أو 2 أو 3 الكترون. فبالتالي تميل هذه العناصر الى فقد الالكترونات مستوى الطاقه الخارجي اثناء التفاعل الكيميائي. انا عندي الكترون واحد، يبقى انا محتاجه كام عشان اوصل ل8؟ محتاجه 7. طيب من الاسهل عليا كذره اني افقد الالكترون ولا اني اكتسب 7؟ لا طبعا افقد الالكترون واريح دماغي، بدل ما انا اقعد الف على العناصر كلها واشوف مين اللي عنده لسه 7 واقعد بقى استنى لحد ما حد يديني ال7 الكترونات. طب ما انا كده خلاص اسيب الالكترون المواجع لدماغي ده واقول له يلا انا هفقدك، وبالتالي استقر من وجع الدماغ ده. تمام. طيب عندي 2 الكترون، مش احنا اتفقنا الفلزات بيبقى عندها من 1 ل3؟ عندي 2 الكترون. طيب 2 الكترون ده معناها ايه؟ معناها ان انا عشان استقر محتاج ان انا افقد الاتنين دول، مش هستنى لحد ما اكتسب ال6. ابسط طريقه عشان استقر هعملها. العنصر ذكي،
او اي حاجه في الكون ذكيه. ربنا خلقها بذكاء. ابسط حاجه عشان استقر بيها، افقد 2 الكترون ولا اكتسب 6؟ لا، افقد الاثنين طبعا. طب عندي 3 الكترونات، افقد الثلاثه ولا اكتسب 5؟ اللي هون الاسهل طبعا ان انا افقد الثلاثه. فبالتالي ذرات عناصر الفلزيه تميل الى فقد الكترونات مستوى الطاقه الخارجي بتاعها. طيب انا دلوقتي لما افقد الكترونات المستوى الخارجي بتاعي، ايه اللي هيحصل لي؟ هتحول لحاجة اسمها ايه؟ اسمها ايون موجب. طيب ليه ايون موجب؟ تعال بقى نفتكر مع بعض كده بشكل هادي وبشكل رصين. اول حاجة احنا خدنا ان الذرة متعادلة كهربيا، وقلنا يعني ايه متعادلة كهربيا؟ يعني هي تحتوي على بروتونات قد الالكترونات، وقلنا البروتونات موجبة والالكترونات سالبة، فبالتالي البروتونات الموجبة عندها مساوي لأعداد الالكترونات السالبة. طيب طالما عدد الموجب قد عدد السالب يطيروا بعض، فتبقى الذرة مالها متعادلة كهربيا. طيب لما ذرة الفلز تفقد الكترونات مستوى الطاقة الخارجي بتاعها، ايه اللي هيحصل لها؟ هتتحول لأيون موجب. طب اتحولت لمستر لأيون موجب ليه؟ انا دلوقتي عندي الكترونات بتساوي بروتونات، الالكترونات بتاعتي نقصت العناصر او نقصت الالكترونات اللي الذرة الفلزية فقدتها. يبقى ايه اللي حصل؟ الالكترونات قلت. طيب البروتونات مالها موجبة، اذا يتحول لأيون موجب ولا لا؟ ما هو انا عندي الاتنين كانوا قد بعض. الذرة قامت قايله ايه؟ لا انا هفقد الكترونات عشان اكون مستقرة. طيب لما تفقد الكترونات ايه اللي يحصل للشحنة الموجبة؟ تزيد عن الشحنة السالبة، يبقى اتحولت الايون ايه؟ لايون موجب. فهمت يا شباب؟ يبقى ذرة العنصر الفلزي تميل الى فقد الكترونات مستوى الطاقة الخارجي بتاعها وتتحول الى ايون موجب. فهمنا يعني ايه الايون الموجب؟ الايون الموجب يا شباب لو هنعرفه ازاي؟ هو عبارة عن ذرة عنصر فلزي. لسه قايلين ليه ذرة عنصر فلزي؟ لان العنصر الفلزي او الفلز هو الذي يميل الى فقد الكترونات مستوى الطاقة الخارجي. طالما هيفقد الكترونات مستوى الطاقة الخارجي بتاعه، يبقى اذا يتحول لايون موجب. طيب اتحول لايون موجب ليه يا مستر؟ لان اعداد الالكترونات قلت عن اعداد البروتونات الموجبه، الالكترونات السالبه قلت عن البروتونات الموجبه. طيب لما الالكترونات تقل عن البروتونات، يبقى الشحنه بتاعت الذره كلها بقت ايه؟ بقت موجبه، يتحول لايه؟ لايون موجب. طيب تالت حاجه وهي في الفلزات ان هي لها بريق معدني. نسيت اقول لكم ان الفلزات هي عباره عن المعادن الصلبه باستثناء عنصر واحد وخدناه في الترم الاولاني، وبيتكون من ذره واحده. العنصر السائل الوحيد في الظروف العاديه هو مين؟ ويتكون من ذره واحده، هو مين؟ الزئبق. يبقى الزئبق هو عباره عن ايه؟ فلز مع انه سائل. طيب الفلزات كلها معادن صلبه. طيب لها ايه يا مستر؟ لها بريق معدني. اي طبعا معدن له بريق معدني، حديد، نحاس، ألمونيوم، ذهب، فضه، بلاتين وغيرهم من المعادن. لها ايه؟ لها بريق معدني. يبقى اول حاجه عندنا ان لها بريق معدني. طيب تاني حاجه المعادن منها جيده التوصيل للحراره والكهرباء. يبقى عندها ايه؟ عندها قدره ان هي توصل الحراره بشكل جيد والكهرباء بشكل جيد. طيب تالت حاجه وهي ان هي ايه؟ ان هي قابله للسحب والترك والتشكيل. يعني ممكن اخليها تتمدد، ممكن ان انا اغير من شكلها، ادق عليها فتتحول لشكل تاني. على سبيل المثال قطعة حديد مثلا حولناها لباب، قطعة حديد مثلا حولناها لشباك، قطعة حديد مثلا حولناها لمقبض، قطعة حديد حولناها مثلا لسلسلة، اي حاجة. فبالتالي قابلة لايه؟ للسحب والطرق والتشكيل. يبقى تعالوا نراجع الفلزات مع بعض تاني. اول حاجة هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن عناصر يحتوي مستوى الطاقة الخارجي بتاعها على كام الكترون؟ من 1 إلى 3. طب يعني ايه يا مستر من 1 إلى 3؟ يعني هي اثناء التفاعل الكيميائي هتميل لفقد الالكترونات دي، لان من اسهل عليها عشان تستقر انها تفقد الواحد والاثنين والثلاثة، بدل ما هي تكتسب 5 و6 و7. صح ولا لا؟ صح. طيب تاني حاجة لها بريق معدني. ليه؟ لانها عبارة عن ايه؟ عبارة عن معادن صلبة باستثناء مين؟ باستثناء الزئبق، هو العنصر الفلزي السائل الوحيد. تمام يا شباب؟ تمام يا مستر.
طيب تاني حاجة هي جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء لأنها عبارة عن معادن. طيب تالت حاجة وهي إيه؟ وهي إن هي قابلة للسحب والترك والتشكيل. طيب دلوقتي هندخل على اللافلزات. قلنا اللافلزات يحتوي مستوى الطاقة الخارجي بتاعها على كام؟ من 5 إلى 7 إلكترونات. يبقى الفلزات من 1 إلى 3، أما اللافلزات يحتوي من كام؟ من 5 إلى 7 إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي بتاعها. طيب أنا عندي 5، أفقد ال5؟ السهل إن أنا أفقد ال5 ولا أكتسب 3 عشان أبقى 8 عشان أستقر؟ طبعا السهل بتاعي ان انا اكتسب التلاتة، لان انا مش هقعد لسه بقى ايه اقول لهم يلا بقى من هنا ونقعد نتخانق وابقى لسه مستنيه ان انا افقد ال5 الكترونات. هتبذل الذره مجهود اكبر في عمليه الفقد لانها عندها 5، يعني محتاجه بس 3 وتبقى مستقره. تفقد ال5 دول ولا تكتسب ال3 دول؟ لا اكتسب ال3 واضمهم مع ال5 يبقوا كام؟ يبقوا 8. تمام؟ يبقى كده الذره هتستقر. طيب لو انا عندي 6، افقد ال6 ولا اكتسب 2؟ لا اكتسب 2 لانه ده الاسهل. صح ولا لا؟ صح يا مستر. طيب يبقى دلوقتي اللافلزات تميل الى ايه؟ تميل الى اكتساب الكترونات الى مستوى الطاقه الخارجي بتاعها. هي عندها 6 هتكتسب 2 يبقوا 8، خلاص شكرا. عندها 7 هتكتسب 1 يبقوا 8، خلاص كده انا استقريت. بقى من السهل عليا ان انا استقر باكتساب الالكترونات. ليه؟ لان اعداد الالكترونات في مستوى الطاقه الخارجي بتاعي كبير، فمن السهل عليا ان انا اكتسب عكس ما افقد، لانه عمليه الفقد هتبقى صعبه عليا. تمام يا شباب؟ تمام يا مستر. يبقى اللافلزات يحتوي مستوى الطاقه الخارجي بتاعها على كام؟ من 5 الى 7 الكترونات باستثناء عنصرين، وهم اول حاجه الهيدروجين. اتفقنا ان الهيدروجين H1، دي معروفه تماما كده ان الهيدروجين H1 ودي ابسط ذره موجوده في الكون. طب يا مستر انت لسه قايل H1، يعني احنا هنوزعها ازاي؟ هنوزعها مستوى الطاقه الخارجي بتاعها بواحد، هي عندها مستوى واحد بس اللي هو الكي. عنده كام الكترون؟ 1. طب يا مستر ما انت لسه قايل ان الفلزات عندها 1 و2 و3، ليه ما حطيناهاش في الفلزات؟ هنقول دلوقتي لان ايه؟ لان مستوى الاول بتاع اي ذره بيتشبع باتنين بس. طب انا افقد الالكترون اللي هو اصلا مخليني ماده؟ ما هو الذره من غير ماده او من غير الكترون مش تبقى ماده، ما ينفعش تفقد الالكترونات اصلا كلها. انا لو فقدت الالكترون اللي معايا اللي حيلتي هيبقى عندي الكترونات؟ مش هيبقى عندي. طيب اقوم عامله ايه؟ اقوم مكتسبه الكترون واحد وهيبقى ايه؟ وهيبقى مستقره، لان المستوى الاولاني في ذره الهيدروجين هيتشبع بكام الكترون؟ او في اي ذره هيتشبع بكام الكترون؟ هيتشبع ب2 الكترون. فانا عندي 1، اكتسب 1 كمان ويبقوا 2 في المستوى الاول، كده خلاص بقيت ايه؟ متشبعه بالالكترونات. تمام يا شباب؟ تمام. طيب يبقى ده اول استثناء، انه بالرغم من ان ذره الهيدروجين تحتوي على الكترون واحد الا انها من اللافلزات. طب ليه؟ لسه قايل لكم لانها اثناء التفاعل الكيميائي هتكتسب الكترون من اي ذره تانية، وبالتالي تتشبع بالالكترونات لانها عندها مستوى طاقه واحد اللي هو الكي، والكي بيتشبع بكام الكترون؟ ب2 الكترون. تمام يا شباب؟ طيب تاني حاجه وهي ذره ايه؟ الكربون. الكربون عنده في مستوى الطاقه الخارجي بتاعه 4 الكترونات. يبقى اللافلزات كلها لا اما عندها من 5 الى 7، اما باستثناء حاجتين وهو الهيدروجين عنده الكترون واحد، والكربون عنده 4 في مستوى الطاقة الخارجي بتاعه. طيب يا مستر دلوقتي هو هيكتسب ولا هيفقد؟ خلينا دلوقتي نقول انه طالما من اللافلزات يبقى هيكتسب، لكن بعد شوية هنغيرها وهنفهم تاني حاجة بتخلي لما نفهم الرابطة الكيميائية بشكل واضح هنفهم الكربون بيعمل ايه كمان. طيب لكن لحد دلوقتي طالما هو من اللافلزات يبقى هيكتسب. تمام يا شباب؟ تمام يا مستر. يبقى هيكتسب كام؟ 4 الكترونات. طيب طالما هو من ايه؟ من اللافلزات، لكن لما نفهم الرابطة الكيميائية بشكل اوضح هنفهم هو بيعمل ايه تاني غير ان هو يكتسب. طيب يبقى دلوقتي عندنا اللافلزات يحتوي مستوى الطاقة الخارجي بتاعها على كام؟ من 5 الى 7 الكترونات. طيب باستثناء عنصرين وهو الهيدروجين ايه تاني؟ والكربون. الهيدروجين 1 الكترون فقط، والكربون يحتوي مستوى الطاقة الخارجي بتاعه على كام؟ على 4 الكترونات. طيب تاني حاجة ان هي عبارة عن ايه اصلا
لا فلزات عبارة عن مواد صلبة وغازية باستثناء عنصر لا فلزي وحيد يتكون من ذرتين وسائل. هو مين؟ خدناه في الترم الأول والله، اللي هو بتاع اللي كان مع الزئبق، اللي هو مين؟ اللي هو البروم. يبقى العنصر الوحيد السائل اللافلزي هو مين؟ هو البروم. اما بقيه اللافلزات صلبه وغازيه. تمام يا شباب؟ تمام يا مستر. طيب يبقى دلوقتي اللافلزات اول حاجه يحتوي مستوى الطاقه الخارجي بتاعها على كام؟ من 5 الى 7 الكترونات باستثناء مين؟ الهيدروجين والكربون. طيب تاني حاجه صلبه وغازيه باستثناء مين؟ البروم هو السائل الوحيد اللافلزي. طيب يحتوي مستوى الطاقه الخارجي بتاعها على من 5 ل 7 زي ما قلنا. طيب ليس لها بريق معدني. طيب ملهاش بريق معدني، اللافلزات ملهاش بريق معدني، ما بتلمعش. طيب تالت حاجه وهي غير جيده التوصيل للحراره والكهرباء. لو دلوقتي عندنا الهيدروجين جيد التوصيل للحراره والكهرباء كان زماننا عرفنا نتنفس، كان زمان الجو كله متكهرب. لو الاكسجين عباره عن لافلز كان زمان الجو كله متكهرب، صح ولا لا؟ صح يا مستر. يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن غير جيده توصيل للحراره والكهرباء. طيب تالت حاجه غير قابله للسحب والطرق والتشكيل. ينفعش اجيبها وادق عليها هتتفتت. طب هتتفتت ليه؟ هتتفتت يا مستر لانها عباره عن ايه؟ عباره عن ان هي غير قابله للسحب والطرق والتشكيل. طيب نسينا نقول حاجه مهمه قوي، غير او رديئه التوصيل للحراره والكهرباء باستثناء حاجه واحده وهي اللافلز الوحيد اللي بيوصل كهرباء بشكل جيد وهو مين؟ الكربون او الجرافيت. الكربون والجرافيت يا شباب هو اللافلز اللي بيقدر يوصل كهرباء بشكل جيد. عشان كده احنا بنستخدمه في ايه؟ في الحجر. عارفين حجر القلم الرفيعه دي بنحط فيها الجزء اللي جوه اللي بيبقى في المنتصف ده عباره عن ايه؟ عباره عن كربون او جرافيت جيد التوصيل للكهرباء. طيب يا شباب؟ تمام يا شباب؟ تمام يا مستر. طيب كده فهمنا الفلزات واللا فلزات. طيب الفلزات لما تكتسب الكترون، طيب انا دلوقتي عندي فلز، ذره فلز زي ما اتفقنا ايه؟ فقدت الكترون اتحولت لايه؟ لايون سالب. لان ايه؟ لان الالكترونات قلت فالبروتونات زادت فبقت ايه؟ ايون موجب. ايون موجب يا شباب. طيب انا دلوقتي اللافلزات دلوقتي بقت ايه؟ بقت اتحولت من فلز عادي او ذره عاديه الى ايون سالب. ليه؟ لان انا اكتسبت الكترونات. الطبيعي ان الذره عدد الالكترونات السالبه مساوي لعدد البروتونات الموجبه. طيب انا عندي دلوقتي ايه؟ عندي الكترونات سالبه وبروتونات مالها موجبه. طيب الالكترونات السالبه مالها طبيعيه، الاثنين زي بعض، اذا الذره مالها مستقره او متعادله كهربيه. الذره قصدي متعادله كهربيه، في الشحنه غالبه على الثانيه، الاثنين متعادلين. طيب لما اجي دلوقتي اكتسب الكترونات يبقى ايه اللي هيحصل؟ الالكترونات هتزيد شويه لفوق. طيب طالما زادت لفوق شويه ايه اللي هيحصل؟ الشحنه السالبه هي اللي هتغلب على مين؟ على الذره. يبقى دلوقتي هتتحول الى ايون ايه؟ ايون سالب. ماشي يا شباب؟ يبقى دلوقتي الفلزات لما تفقد الكترونات، لما تفقد الكترونات تتحول لايه؟ ايون موجب. ليه؟ لانها فقدت الكترونات. طيب اللافلزات لما تكتسب الكترونات تتحول الى ايه؟ ايون سالب. ماشي يا شباب؟ ماشي يا مستر. يبقى دلوقتي الايون السالب ممكن نعرفه ونقول ايه؟ هو عباره عن ايه؟ ذره عنصر لا فلزي. يعني ايه لا فلزي يا شباب؟ يعني عندها من 5 الى 7 الكترونات في مستوى الطاقه الخارجي. طيب عملت ايه؟ اكتسبت الكترونا او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. يبقى ده عباره عن ايه؟ الايون السالب. طيب يا شباب حد بقى يقول لي ايه هو تعريف الايون؟ خلاص عرفنا الايون السالب والايون الموجب، او الايون الموجب والايون السالب. وقلنا الايون الموجب نتيجه ان ذره عنصر فلزي فقدت الكترون او اكثر. اما الايون السالب هو عباره عن ايه؟ نتيجه ان ذره عنصر لا فلزي اكتسبت الكترون او اكثر. طيب الايون عموما عباره عن ايه؟ عباره عن ذره عنصر فلزي او لا فلزي فقدت او اكتسبت الكترون او اكثر. طيب ينفع اقول ذرة عنصر واسكت؟ ما ينفعش يا شباب، لان العناصر فيها غازات خاملة، والغازات الخاملة لا تفقد ولا تكتسب. يبقى ذرة عنصر لا اما فلزي لا اما لا فلزي اكتسبت او فقدت الكترون او اكثر. طالما قلنا فلزي الاول يبقى فقدت او اكتسبت. تمام يا شباب؟ الفلزي بيفقد
اللافلزي بيكتسب. طيب يبقى دلوقتي عرفنا ايه هو الايون. تمام يا شباب؟ طيب يبقى دلوقتي نراجع بمراجعه سريعه كده على اللي احنا قلناه. اول حاجه عرفنا ايه هي الذره، وقلنا انه الذره في منها ذره نشطه وذره خامله او مثاره وخامله. وقلنا ان المثاره بيحتوي مستوى الطاقه الخارجي بتاعها على كام؟ من 1 إلى 7 الكترونات. اما الخامله بيحتوي مستوى الطاقه الخارجي بتاعها على كام؟ 8 الكترونات. وفهمنا بعد كده انه في حاجه اسمها فلزات ولا فلزات. وقلنا ان العالم بارازيليوس قسم العناصر الى فلزات ولا فلزات. وان العناصر عباره عن ايه؟ 118 عنصر موجودين في الكون. اي شيء حواليك هو من 118 عنصر دول. تمام يا شباب؟ تمام يا مستر. قلنا بعد كده ان الفلزات تحتوي مستوى الطاقه الخارجي بتاعها على من 1 إلى 3 الكترونات. اما اللافلزات يحتوي مستوى الطاقه الخارجي بتاعها على كام؟ من 5 إلى 7 الكترونات. طيب يبقى الفلزات من 1 إلى 3، اما اللافلزات تحتوي على كام؟ على من 5 إلى 7. وقلنا كمان ان الفلزات عباره عن ايه؟ عباره عن معادن صلبه باستثناء حاجه وحيده وهي الزئبق. اما اللافلزات عباره عن ايه؟ صلبه وغازيه ما عدا مين؟ ما عدا البروم سائل وحيد. طيب قلنا كمان ان الفلزات لها بريق معدني، اما اللافلزات ليس لها بريق معدني. قلنا ان الفلزات جيده توصيل الحراره والكهرباء، اما اللافلزات غير جيده توصيل الحراره والكهرباء باستثناء مين؟ الجرافيت او الكربون جيد توصيل الكهرباء. قلنا كمان ان هي غير قابله، الفلزات قابله للسحب والترك والتشكيل، اما اللافلزات غير قابله للسحب والترك والتشكيل. وفهمنا كمان انه في حاجه اسمها ايون موجب، وان الايون الموجب عباره عن ذره عنصر فلزي فقدت الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. اما الايون السالب هو عباره عن ايه؟ عباره عن ذره عنصر لا فلزي اكتسبت الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي وبالتالي اتحولت لايون سالب. وقلنا ان الايون عباره عن ايه؟ ذره عنصر فلزي او لا فلزي فقدت او اكتسبت الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. تمام يا شباب؟ تمام يا مستر. يبقى في النهايه كده لما يجي لك سؤال ويقول لك قسم العالم بارازيليوس العناصر الى فلزات ولا فلزات فقط، ولا فلزات ولا فلزات وغازات خامله، اختار غازات خامله. لا غلط طبعا، فلزات ولا فلزات فقط يا شباب. طيب دلوقتي احنا خلصنا فيديو النهارده. اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. وتاني حاجه لو عندك اي سؤال اكتبوا لي تحت في التعليقات، وانا هعمل لك فيديو مخصوص وهرد عليك بالشرح بتاع السؤال ده، طبعا لو انت مش فاهم حاجه. طيب سؤال حلقه النهارده وهو انا قلته، بس ليه بالرغم من ان ذره الهيدروجين تحتوي على الكترون واحد الا ان هي من اللافلزات ومش من الفلزات؟ تحتوي الكترون واحد في مستوى الطاقه الخارجي بتاعها، بالرغم من ذلك هي من اللافلزات وليست من الفلزات. الشاطر طبعا اللي هيجاوب لي على السؤال دون ويكتبه لي في التعليقات. وزي ما قلت لحضراتكم اللي مش فاهم اي حاجه يكتبها لي في التعليقات وانا هرد عليه بفيديو مخصوص. كان معاكم مستر عبد الله الهادي، ويلا سلام.